برجك ايه؟ ساكن فيه؟ بتشتغل ايه؟ 3 تصنيفات بنحاول فيهم ان احنا نصنف بعض بطريقة ما. واحدة اهم طرق التفكير اللي احنا بنفكر بيها. تعالوا نشوف احنا بنعمل ايه. احيانا كتير بتقعد تسأل اللي قدامك: يا ترى انت برج ايه؟ يا ترى انت ساكن فين؟ يا ترى انت بتشتغل ايه؟ يا ترى انت بتعمل ايه في حياتك؟ يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى، وتفضل تسأل علشان خاطر من جواك، من جوا دماغك، بتحاول تحط له عنوان. واحدة من أهم الحاجات اللي علماء النفس قالك من طرق التفكير الخاطئة إنك تعمل للشخص عنوان، زي المانشيتات بتاعة الأخبار: فلان الفلاني يعمل كذا 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 كذا، إذن هو كذا 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 كذا. وده مش حقيقي، لأنه كلنا لما بنعمل عناوين لبعضنا بنخلي عندنا دايما كلام مش حقيقي عن اللي قدامنا، ولأنها أحد الطرق الخاطئة في التفكير، فبالتالي أنت طول الوقت بتقيم الناس على أساس فهمك الخاطئ ليهم. وتسأل الشخص: أنت برج إيه؟ علشان خاطر تحطه تحت الكاتيجوري بتاع البرج بتاعه. يا ترى انت ناري ولا مائي ولا هوائي ولا مش عارف ايه، بتنجاني، اي حاجه في اي حاجه. المهم يعني انت بتحاول تسال الشخص عشان تيجي تقول له ايه: انا عايز احطك في حته علشان ابقى عارف صفاتك، علشان ابقى عارف انت عامل ايه. برج السرطان برج سنتمنتال كده، برج حساس، سنتمنتال قوي في نفسه، تحسه كده فراجايل خالص، بسكوتة خالص. مع ان البرج السرطان شخص عصبي جدا، شخص حساس جدا، شخص مش عارف ايه ده اللي حسب انا عرفته عن طريق الابراج يعني. في الحقيقة انا شخص عصبي جدا، بس شخص بعرف اتحكم في اعصابي، مش سايبة الدنيا بره. وفي نفس الوقت شخص الى حد ما عقلاني، رغم وجود الجزء اللي هو لطيف وبتاع مشاعر و بس في الاول والاخر شخصيتك بتغلب على الموضوع. ايه بقى اللي بيغيظني في الموضوع ده؟ اللي بيغيظني في الموضوع ده انه الشخص بيحاول ان هو يصنف اللي حواليه: انت فلان تبع برج فلان، فهحطك في الحتة الفلانية عشان اعرف اتعامل معاك. انا بغيظ جدا 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 من الاسلوب ده. ليه؟ لان احنا بنحط كل الناس في سلة واحدة. تسأل حد: انت بتشتغل ايه؟ انت ساكن فين؟ علشان برضو تراجع نفسك، يا ترى لما يبقى ساكن فين هيبقى سلوكه عامل ازاي؟ لما يبقى ساكن فين يبقى حالته المادية شكلها ايه؟ لما يبقى قاعد فين يبقى عامل ايه؟ لما يبقى بيشتغل ايه هيبقى بيكسب كام؟ لما بيروح راكب عربية شكلها ايه علشان مش عارف ايه، مش عارفة لابسة ايه علشان تبقى عارف هي بتعمل ايه، البراندات اللي بتلبسها شكلها عامل ايه وانواعها ايه، علشان تقعد تعمل توليفة وتصنيفة لكل حد حواليك بشكل معين في دماغك. كأننا بنقول لكل الناس اللي تبع برج معين او تبع كاتيجوري معين من الناس: انتوا كلكم هتتعاملوا بنفس الطريقة. طب انت حاولت تعرفني؟ طب انت عرفت صفاتي ايه؟ ده معناه انك مش شايفني، ده معناه انك ما تعرفنيش، ده معناه انك ما تعرفش الشخص اللي قدامك، ده معناه انك انت بتحاول تصنفه عشان تعرف تعامله بالباك جراوند اللي في دماغك وتتعامل معاه كأنه زي اي برج. كل الناس شبه بعض، كل البرج شبه بعضه، كل اللي ساكنين في المنطقة شبه بعضهم، كل اللي بيشتغلوا الشغلانة دول شبه بعضهم. ودي مش حاجة حقيقية خالص. احنا بنظلم بعض لما ما نقدرش نعرف بعض وما نقدرش نقعد مع بعض ونستنزف وقت وطاقة ومجهود علشان نقول للناس اللي حوالينا: أنا محتاج أعرفك كويس، أنا محتاج أحس بيك، أنا محتاج أعرف أنت مين أصلا. وده لما ما بنعملوش بنظلم اللي حوالينا جدا، وفي النهاية بيوصل لهم إن إحنا مش عارفين بعض، إن إحنا ما نعرفهمش، وإن إحنا ما استنزفناش الطاقة الكافية إن إحنا نقول لهم إحنا قد إيه بنحبكم علشان نبقى عارفينهم هم شخصيا. كفاية طرق تفكير خاطئة. حاول تعرف الشخص اللي قدامك لأنه يستحق دوت.
زي ما انت تستحق اهتمام اللي قدامك. بلاش نصنف بعض، لان في التصنيف في كمان تعميم. بلاش نصنف بعض، وبلاش نقعد نحكم على بعض. يا ترى انت منين؟ يا ترى انت بتعمل ايه؟ يا ترى انت برج ايه؟ تعالوا نعرف بعض قبل ما نبدأ نحكم على بعض. سلام، اشوفكم الحلقة اللي جاية.